اوكي ليتس دو ات. وخصوصا لما تكون مرأة بطول. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise pas. عليا ضمن الطفي متعاشرين عشرة قديمة. زعما على شكون نحكي؟ عسلامة، أنا سمر نجيكم كل مرة باش نحكيو على تراث بلادنا وأصله في برنامج فخار بك. أكيد فما شكون كيفي راهو ما يعرفش يفرق بين صحيب البرنوس وعشيرته القشبية. مالا تبعني باش نعرفوا مع بعضنا شنو هي الفرق بيناتهم. أي سيدي زويس يرجع أصلهم للأمازيغيين اللي هما السكان الأصليين للبلاد، كانوا يستعمل فيه قبل في الشتاء وقت السكونتري والسقع، وكان شكون يخلط يلبسهم. بالطبيعة عامة الشعب يلبسوهم، ما تختلف لهنا في الكاليتي. هما زويس نفس مراحل الصنع، يعني من الأول اختاروا نوعية الصوف، يا إما الأبيض وإلا الكحل وإلا الأشخن، وكيف كيف كان باش نصنعوه من الوبر كيف زاد فيه أنواع. بعد نقوه ونعديوه على ماكينة السبرار بشيلي ويتقسم قطايع تسمى الريت بماكينة الخدام، ومن بعد نغزلوهم يعني نردوهم خيوط رقيقة، ونتعداو لمرحلة الحبك اللي فيها نزيدوها خيوط ونقولوا لهم القياء. من بعد نهزوهم ونحطوهم في المنسج اللي باش نخدموهم فيه، وكل بارتي نخدمها في المنسج نحكهم ونرتبهم بالكرناف. ايا كملتش القطعه نهزوها للخياط وين باش تتفصل حسب ما يحب ويشتهي الكليون، يختار يا اما باش يعملها باليدين والا باش يعدها على الماكينه، وكيف زاده يختار يا اما باش يعملها برنوس والا قشبيه. خاطر البرنوس فيه تربوشه نقولوا لها البرطوطه، ولا فيه اليدين لا جوست يتحط على كتاف بركه، عكس القشبيه اللي تشبه نوعا ما الجبه، يعني فيها جيوب ويزين ومسكره. من أشهر البلايص اللي يتصنعوا فيهم هما قلعة سنان، سقية سيدي يوسف والجريسة بولاية الكيف. وفي وقتنا توا على خاطر باش نحافظوا على حرفتنا هذه وتكون مواكبة للجيل، ولات فيها ألوان وأشكال وطريزة وزخرف اللي زادتها وهرة وضخامة. هذه كانت حلقتنا اليوم، وكالعادة ما تنساوش باش تقولوا لنا في لي كومنتير شكون اللي طلعت شنشينتنا قبل ما نحكيو عليها.